السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا رحلة جديدة داخل سوق خان الخليلي بالقاهرة. يريد كافة الراغبين في تجربة السياحة في القاهرة الاستمتاع بهذه الرحلة من نواحي عديدة، كزيارة الأماكن والوجهات السياحية المختلفة واستكشاف أسواق جديدة داخل القاهرة. وإن خصصنا الحديث فقط عن رحلة التسوق المميزة في هذه المدينة، فإن سوق خان الخليلي بالقاهرة سيكون من أهم الخيارات التي ستضمن لك تجربة تسوق ممتعة. فهو عبارة عن سوق تاريخي مميز ومتنوع، ويزوره العديد من الأشخاص، إذ يتميز السوق بتقديم الكثير من المنتجات المختلفة، على وجه الخصوص المنتجات التقليدية. وهذا المقال سيعرض لك أبرز المتاجر وقائمة بالأنشطة الأفضل التي لا يفترض أن تفوتك عند زيارة سوق خان الخليلي. تتصدر متاجر الملابس الموجودة في هذا السوق غالبية الزيارات، لا سيما متاجر بيع الملبوسات الشعبية، فهي تعكس صور من تراث وثقافة هذه المدينة وتمتاز بالألوان والتطريزات الجميلة. ولعل هذا التنوع الذي توفره هذه المحلات هو عنصر الجذب الأول لها. فهناك متاجر لبيع ملابس الأطفال، ومتاجر لبيع الملبوسات النسائية، ومحلات خاصة بالألبسة الرجالية. ينافس سوق خان الخليلي في القاهرة العديد من الأسواق الأخرى في المدينة، وذلك لأنه يبحث عنه الزوار داخل السوق، حيث يضمن متاجر تخص بيع الأحذية، ومتاجر تبيع تشكيلة جميلة من الحقائب. وحتما أنك ستنجذب لمشاهدة كيف برع الحرفيون في عملهم، وربما تحب اقتناء بعض منها مثل النحاسيات والأواني الفخارية. لا تنسى أن تستغل فرصة تواجدك في هذا السوق وتقوم بزيارة متاجر العطور ومستحضرات التجميل الموجودة بين أزقته، حيث أن متاجرها محور اهتمام العديد من ضيوف السوق. لكن المهتمين بشراء الأدوات المنزلية يعد سوق خان الخليلي بالقاهرة موقع مناسب للحصول على هذه المنتجات، إذ يضم السوق متاجر بيع المستلزمات المنزلية، ومحلات بيع الأثاث، وأيضا محلات بيع السجاد. وإذا كنت ترغب في شراء بعض التوابل خلال تواجدك في السوق، فسوق خان الخليلي بالقاهرة ستحصل على العديد من المحلات التي ستلبي احتياجاتك وطلباتك.